هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. النهاردة بقى هنعمل الفراخ بتتبيلة تكة. تتبيلة تكة من اقوى واحلى التتبيلات اللي ممكن تستخدموها. تبلوا بيها بقى فراخ او فراخ مخلية، صدور متقطعة او اوراق متقطعة. يعني تبلوا بيها اي فراخ او اي قطع فراخ، بجد بتكون من احلى التتبيلات. يلا نشوف التتبيلة يعني الحلوة جدا دي، انا بحبها قوي. معايا بقى معلقتين كبار من الزبادي، ومعلقتين كبار من الزيت، اي نوع زيت، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وده معلقة صغيرة بشر ليمون. يعني قشر الليمون ده هناخد البشر بتاعه بس. وكمان معلقة كبيرة من هريسة الشطة او الفلفل الاحمر المطحون ده، او يعني هو بيكون معمول بالبذر كده، بتكون سبايسي شوية. هي التتبيلة دي معتمدة على الأطعمة أو السبايسز يعني. وكمان عصير ليمونة اللي احنا بشرناها، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة بقى من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والكركم، ونص معلقة من الجنزبيل، ومعلقة برضو صغيرة من البابريكا. وده حوالي ربع كوباية من مية البصل. مية البصل دي اللي بتنقل التتبيلة بقى في حتة تانية خالص، يعني هي بقى اللي بتقوي التست معانا جدا. وهنقلبها بقى كويس والتتبيلة كده بقت جاهزة. بجد انا بحب التتبيلة دي جدا وبحب طعمها قوي. دي بقى الفراخ بتاعتنا. انا اللي معايا الفرخة قطعتها 8 قطع عشان تستوي معانا والتتبيلة تدخل في كل مكان. وكمان يعني شرحتها كده، يعني كل قطعة شرحتها تلات يعني 3 شرايح كده عشان التتبيلة تدخل جواها. وبجد يا جماعة التتبيلة دي يعني قوية وحلوة جدا، فأنا مش بسيبها وقت. يعني لما بتبل الفراخ مش بسيبها وقت كبير، كفاية نص ساعة أو ساعة لو مستعجلين. طبعا كل ما نسيبها وقت أكتر هتكون أحلى. وبعدين بقى هننزل عليها التتبيلة، هندخل كل تتبيلة في كل مكان، يعني هنغرقها في التتبيلة. بس كده، وانا سبتها بقى حوالي ساعة، يعني انا سبتها وقت قليل. انت ممكن تسيبوها نفس الوقت او وقت اكتر، يعني عادي. بدخل التتبيلة في كل مكان، وبعدين هغطيها بقى واسيبها ساعة او الوقت اللي انتوا عاوزينه. وبعدين بقى هجيب الصينية اللي هعمل فيها او ايا كان، وهنزل شرايح من البصل او البطاطس. انا نزلت شرايح من البطاطس. ممكن كمان ترصوها في الصينية من غير اي حاجة، بس انا بحب اضيف اي نوع خضار كده تحت الفراخ، عشان بحب الخضار اللي واخد من طعم التتبيلة ده. بحب اكله قوي، بيكون بجد حلو قوي. انا ضفت بطاطس، ممكن تضيفوا بصل طماطم زي ما تحبوا. وكمان ضفت شوية من التتبيلة بتاعتها عشان تستوي فيها، بس مش هنضيف اي سوائل. اخدت حوالي ساعة على درجة حرارة 180 رف اوسط، وبجد كانت مستوية معانا واخدة اللون الاحمر ده. هي بتكون لونها احمر كده، يعني غامق شوية. هي دي تتبيلة التكة، وبجد كانت حلوة قوي. ودي شرايح البطاطس اللي انا حطيتها، بجد كانت تحفة. شرايح البطاطس دي اختياري يا جماعة. بجد الفراخ يعني واخدة من التتبيلة حلوة قوي وطعمها حلو قوي. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.